ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو كان من حقك إصدار قرار واحد فقط يطبق في بلدكم فما هو؟ هذا السؤال سألته لبعض الشباب، فكانت الإجابات تطبيق الشريعة، قال بعضهم إقامة العدل، بعض الإجابات جاءت هذه الإجابات المتكررة أن الحرية، وقيل تطوير التعليم. هذه أهم إجابات تمت ويعني تلقيتها، وأحببت أني أشارككم يعني هذا المسألة، أجعلكم تفكروا فيها وأشارككم رأيي فيها، وهو قابل للتعديل كما ذكرت في كل حلقاتي. إجابتي أنا شخصيا أني القرار الأول الذي سأعمله هو تطبيق الشريعة بشروط، ليس تطبيق الشريعة وبس، لكن بشروط. هذه الشروط هي 7 شروط عندي. الشرط الأول أنها فيها فهم وسطي معتدل، ليس شريعة جامدة تبدأ بالحدود. يعني بعض الناس أول ما يفكر في الشريعة يبدأ بتفكير بالحدود، لا هذا لا نبدأ به، هذا سنطبقه في وقته في مكانه بعد ما تتوفر الشروط الأخرى. فالفهم الوسطي للإسلام وللشريعة. الشرط الثاني هو إقامة الحريات. الحريات هنا حرية دينية، حرية المذهبية، حرية السياسية، حرية التعبير والكلام، أنواع وأشكال الحريات سنطلقها، إلا شيء واحد سنقيده وهو الفساد الأخلاقي. هذا ليس حرية، هذا قلة أدب، حاشاكم. الفساد الأخلاقي لن نقبل بالفساد الأخلاقي باسم الحرية، سواء كان فساد أخلاقي في الأدب أو في الفن أو في الإعلام أو بأي شكل من الأشكال. هذه ليست حرية، هذه يجب تقييدها، لكن الحرية في المجالات الأخرى كلها. الشرط الثالث لإقامة الشريعة إقامة العدل على الحاكم والمحكوم، ما في واسطة، ما في ناس فوق القانون، على المسلم وغير المسلم، ما في استثناء، يقام العدل على الجميع، وإلا ما تكون شريعة، تكون شريعة البشر ليس شريعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يقبل بالظلم. الشرط الرابع لإقامة الشريعة التسامح، وهو مرة أخرى الحرية. اتركوا الناس يعبدوا من يشاء وكيف يشاء، لكن واجبنا أن ندعوهم ونبين لهم أن أي اختيار غير التوحيد هم مهددون يوم القيامة بعقاب الله عز وجل وبالنار. والقرار ليس لنا، القرار ما نقول هذا سيدخل النار والجنة، هذا قرار عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتأله على الله، لكن نبين للناس نعم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الذي سيكفر قد عرض نفسه للنار. التسامح أيضا يدخل فيه تقديم العفو على العقاب، يعني أي مسألة فيها شك سنعفو، سنسمح، سنعاقب عقاب أقل، وادرأوا الحدود كلها حتى الحد يدرأ بأي شبهة بالشبهات. شرط خامس لتطبيق الشريعة توفير احتياجات الناس قبل أن نعاقبهم. ما يجوز أن نعاقب إنسان سرق لأنه ما هو قادر يأكل، فما يصير أعاقب إنسان مظلوم يريد أن يأخذ حقه فلما يأخذ حقه نقوم نعاقبه، لا، وإنما يجب أن نوفر احتياجات الناس، يعيش الناس بكرامة بعزة، تتوفر لهم ضرورات الحياة قبل أن نفكر في عقابهم. شرط سادس عندي لإقامة الشريعة وهي حرية اختيار الحاكم. ما في استبداد، ما في طغيان، ما في إجبار، الحاكم أجير عند الناس وليس متسلط على الناس.
والشرط الأخير عندي عندما نريد أن نطبق الشريعة، شريعة تدعم التطور، ليس شريعة هذا حرام وهذا ممنوع والفلسفة ممنوعة والتكنولوجيا ممنوعة وكل شيء حرام. هذه ليست شريعة. شريعة تتعامل مع الواقع مع العصر وتستطيع أن تستفيد منه وتوجهه ولا تقف عائق أمام التطور البشري. هذا هو القرار الأول، ليس شريعة وحسب، ولكن الشريعة بشروطها. تفكروا في هذه المسألة وفكروا ما هو القرار الأول الذي ستصدره. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.